السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنشر المزيد. قررت الحكومة استئناف صرف الدعم الاستثنائي المخصص لمهني نقل الركاب والبضائع خلال شهر شتنبر المقبل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بحسب ما أفاد مصدر حكومي. وأوضح المصدر ذاته أن وزارة النقل واللوجستيك ستعمل على تفعيل هذا الإجراء بشكل رسمي بداية من الشهر المقبل. وتأمل الحكومة من خلاله تخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمنة نقل البضائع والمسافرين وتقليص آثارها على المستوى المعيشي للمواطنين. وقبل دعم شتنبر كانت حكومة عزيز أخنوش قد صرفت سابقاً لمهني النقل دعماً استثنائياً على 10 دفعات ما بين منتصف السنة الماضية والجارية، استفادت منه حوالي 180 ألف عربة، وكلف مالية الدولة أزيد من 5 مليارات درهم.